الحبايب الغاليين، عاملين ايه؟ الجو برد وبدأ السنو. في الوقت ده من السنة دايما هما بيسموه الهوليداي سيزون. ليه بيسموه الهوليداي سيزون؟ وليه دايما هتلاقي هنا في أمريكا الناس بتقول هابي هوليدايز بشكل عام؟ يعني لما تيجي تعيد على حد ولا تعمل على حد في الموسم اللي زي ده، اكتر ما هتلاقي ناس بتقول مثلا ميري كريسماس او كده. يعني هتلاقي ناس بتقول كده وناس بتقول كده، بس بشكل عام هتلاقي لو حد مش عارف حد او ما يعرفش مثلا توجهاته او حاجته او كده هيقول لك هابي هوليدايز. كويس. ليه بقى يا ريس؟ لان هو ممكن يكون مش بيحتفل بالكريسماس مثلا، صح؟ ممكن عنده عيد تاني، ممكن عنده حاجة تانية. الموسم دوت مش فيه الكريسماس بس، الكريسماس والنيو يير ايف، ليلة راس السنة، في الهانيكا بتاعت اليهود، في حاجات كتيرة. واحيانا بتتصادف ان الموسم ده بيبقى فيه اعياد المسلمين كمان. فعادي يعني هما هنا لو عارفين ان انت مثلا من اتجاه معين او حاجة معينة هيقول لك حاجتك، لكن لو مش عارفين هيقول لك هابي هوليدايز. كويس. يعني انت عادي ممكن تلاقي حد يقول لك لو انت عارف ان في رمضان يقول لك هابي رمضان مثلا، او هابي ايد. احيانا بيتقال عادي لو حد عارفك وصاحبك او كده، هي وعارف ان في الوقت دوت في حاجة، عادي جدا يعني. وحتى الكريسماس يعني مش كل المسيحيين، الاخوة المسيحيين الحبايب، يعني ان هما بيحتفلوا بالكريسماس في الوقت دوت. يعني مسيحيين مصر جزء كبير منهم بيحتفل في شهر تاني، مش في شهر ديسمبر يعني. ف عادي يعني الموضوع بسيط جدا هنا، والناس بتعتمد دايما في الكلام على الشكل العام اللي ما يضايقش حد. فاهمين قصدي؟ يعني كده احنا امريكا دولة دولة مهجر، فيها مهاجرين كتير من اصول كتير، وافكار كتير ومعتقدات كتير، عادي يعني. فالناس كلها بتحترم بعض محدش بيحب يضايق بعض. بس الموسم ده بقى دايما بيكون برد وكتير بيبقى فيه سنو، زي ما فيه سنو دلوقتي. تلاقي الدنيا بيضة حواليك. السنو ده شكله جميل لطيف قوي، اول مرة شفته كنت مغرم صبابة، كنت عاشق كل حاجة فيه. بعدين بقى يا ريس لما تبدأ تتعامل معاه الموضوع بيختلف تماما. تعرف ليه بقى الامريكان او الاوروبيين حتى، او يعني الناس بشكل عام اللي عايشة في السنو دايما ما بتحبوش؟ ليه بقى؟ بص انا اتكلم على امريكا. انت في امريكا السنو، عندك سنو، في عندك حاجات كتير لازم تعملها. لو عندك عربية فانت ريس مطالب ان انت تنظف العربية من السنو اللي عليها. ممنوع انك تمشي بيها عليها سنو، تبقى ماشي يقع على اللي وراك يعمل حادثة، فده ممنوع، تاخد تيكت. لو عندك بيت فانت لازم تنظف طبعا درايف واي، لو عندك درايف واي فيه او كده، بس المهم السايد واك اللي قدامه والحاجات المداخل بتاعه البيت الطالعه والداخله، عشان لو حد ماشي في الشارع او حد داخل لك او خارج لك او كده ما يتزحلقش، عشان لو اتزحلق ممكن يرفع عليك قضيه، فدي مشكله. المؤجر عايش الحياه بامبي، مفيش عنده القصه ديت. ممكن يكون بيتساعد مع اللاندلورد او صاحب البيت او ممكن لا، بس يعني مش عنده القصه دي. لكن الشاري لا، الا لو هو في تبع كومباوند او حاجه بيبقى فيها يعني بيبقى فيها ناس متخصصه للنظافه والكلام ده. طب وايه تاني؟ الطرق يا ريس. الطرق بتبقى زحاليق يا ريس، يعني تحس ان انت العربيه ايه مش بتتشال في الشارع. فانت لازم تكون مكلبش في الدركسيون، ماسك كويس، مش مسرع، ومركز 100%، وعارف تتصرف ازاي. السنو لما تبقى ماشي لا قدر الله لو اتزحلقت وانت ماشي على السنو، ما ينفعش تدوس فرامل. انت تهدي ما تنفعش تدوس فرامل جامد، يعني تهدي خفيف خفيف وانت ماسك الدركسيون كويس. لو دوست فرامل العربيه هتزحلق اكتر وتقع منك وتعمل منك. السنو مشكله. في عندك حاجه بيسموها البلاك ايس، اللي هو دي اكبر مشكله بقى في السنو الابيض ده مشكله، بس الاكبر البلاك ايس ده لما يسوح السنو شويه فيبقى في ميه، فايه الميه دي الجو يبرد فتتجمد.
دي بقى اصعب حاجة ممكن تشوفها. زحاليق لكل حاجة، زحاليق لبني ادمين، زحاليق لعربيات، زحاليق لكل حاجة. الناس اللي بتشوفها تتزحلق في السنو وتتشقلب في الفيديوهات دي يا ريس كلها من البلاك ايس. البلاك ايس ده مشكلة. محتاج دايما تحط لما يكون عندك سنو تحط شوية ملح بره على الدرايف واي، على السايد واك، هنا عشان الملح بياكل السنو، بيدوبه، مش بيخليه ناشف يعني، بيفك الدنيا وتبقى دنيا سهلة يعني. فجو برد. يعني اللي عاش هنا بقاله سنين بيبقى اتعود شوية على البرد، بس برضه يعني بيحس الجو برد. اللي جاي جديد بيكون الموضوع صعب. انا سنة لما هاجرت اول سنة كان في عواصف جامدة جدا وكان جو موت، والواحد كان لسه مفيش عنده اي حاجة. فكان كنت بركب الباص واستنى الباص في الهواء الطلق، في عز السنو، في عز التلج. كانت تبقى انا feels like -20 -24 وحاجات كده، وانا قاعد في الهواء الطلق في حتت مفتوحة، كنت بموت يا ريس. فاللي جاي جديد لازم يعمل حسابه ويجيب لبس من هنا يبقى مناسب اكتر للسنو. اللبس بتاع مصر اللي شكله تقيل ومش عارف ايه، هو تقيل في الوزن لكن هو مش بيدفي كويس. وممكن يجيب بوت او حاجة، البوت دوت يعني يبقى خليه يعني يحفظه من الزحاليق والكلام دوت. وبس ربنا يسلم الجميع، تحياتي.